من أعظم الأعمال التي تستطيع أن تقضي بها وقتك في يومك وليلتك الدعوة إلى الله تعالى، وكفى بالدعوة شرفا أنها نسبت إلى الله، بل أفضل البشر هم الأنبياء والرسل، أعطاهم الله عز وجل هذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله. كيف تدعو إلى الله في هذا الزمن؟ الأمر سهل يسير. كان الناس في السابق إذا أرادوا أن يبلغوا رجلا في قرية بعيدة أو في بلد آخر احتاجوا إلى السفر، إلى الوقت، إلى المال، إلى الجهد. أما اليوم الأمر لا يعدو جهده فقط كبسة زر، ضغطة زر تدخل إلى مواقع تبدأ تنشر الدعوة إلى الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. قد تكون لا تملك شيئا من العلم، نعم لا تدعو إلا بعلم، لكن أحيانا ما عندي أنا علم كثير. مجرد نقلك للصحاح وللثقات، تنقل مواقعهم، تنقل مقالاتهم، تنقل دروسهم ومواعظهم إلى أناس ربما غفلوا عنها، ربما احتاجوا من يبلغهم دين الله عز وجل. والله ما في أفضل من الدعوة إلى الله، كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تخيل لو أسلم على يديك إنسان في أقصى الأرض، في الصين مثلا، في أستراليا، في روسيا، في أفريقيا، كل أولاده وذريته من بعده إلى قيام الساعة إن كانوا مسلمين فإنهم في ميزانك. أي عمل أرجى من هذا العمل؟ إن دعوة غير المسلم للإسلام ودخوله في الإسلام خير لك من الدنيا وما فيها. الأمر سهل، الأمر يسير. أعرف مجموعة من الشباب أنشأوا حسابا في التويتر يدعون فيه إلى الله جل وعلا بلغات، ما يمر يوم إلا ويدخل في الإسلام على أيديهم إنسان، مرة من الأرجنتين، مرة من هولندا، مرة من أمريكا، مرة من كذا، مرة من، ينشرون دين الله عز وجل وهم جلوس في بيوتهم عبر جهاز صغير. ومن الناس من أسس صفحات، أنشأ صفحات في الفيسبوك، ومنهم مواقع متكاملة، ومنهم من أنشأ مواقع بعدة لغات. ليس عليك إلا أن تشارك معهم، تساهم في النشر، تكون حلقة وصل بين هؤلاء الدعاة وبين غيرهم، فتأخذ الأجر كله، والدال على الخير له مثل أجر فاعله. كل يوم وليلة احرص على أن تميت منكرا، تنهى عنه وتغيره، وتأمر بمعروف وتنشره، فتلك صدقة لك عند الله عز وجل.